30,000 مرة أستغفر يوميا. يقول والله الذي لا إله إلا هو ما دعوت الله دعوة إلا جاءت مثل فلق الصبح. يقول بعد أن داومت على الاستغفار، يقول حتى أني استحييت من كثرة ما استجاب الله لي. يقول لم أدعو دعوة بعد أن داومت على الاستغفار إلا استجابها الله لي. وكذلك الرزق، ألقيت كلمة في أحد مساجد الرياض وتكلمت على الاستغفار، فأتاني شاب يبدو أنه يعني شاب من الشباب يعني غير المستقيم، وقال لي تكلمت عن الاستغفار وأنا أروي لك قصة حصلت لي وأرجو أن تحدث بها. قلت تفضل. قال أنا كنت مديون، يقول وكان الراتب لا يكفي. يقول فحضرت كلمة في أحد المساجد وتكلم عن الاستغفار وفضل الاستغفار وأنه يفتح أبواب الرزق. يقول فعدت إلى البيت وكلمت زوجتي وذكرت لها ذلك، وتعاهدت أنا وإياها أن نستغفر في اليوم ما شاء الله وأن نستغفر. يقول فاستمريت على الاستغفار في كل وقت، كل ما وجدت فرصة أو تذكرت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يقول والله الذي لا إله إلا هو، يقول قضيت ديوني كلها، أصبح الراتب يفيض. يقول مع أن الراتب لم يزد ولم يتغير هو. يقول فتحت حساب آخر في البنك، حساب ادخار، وأصبحت أوفر من راتبي ولم أجد أمرا غير حياتي بعد توفيق الله سوى الاستغفار. فأوصيكم ونفسي بكثرة الاستغفار.